اللحمة لا تسلقيها ولا تشوحيها ولا تحمريها، امال اعمل فيها ايه؟ سويها كده بعرقها. يعني ايه بعرقها؟ يعني سويها كده منها فيها، تاخدي منها احلى طعم ويطلع لك منها احلى صوص. وهقول لك بقى على معلقه تضيفيها على الصوص بتاعك، يخليك معاكي لافف كده وتقيل وجميل، مع شويه رز ابيض كده، مع رغيف عيش طري كده وتحطيه في قلب العيش. في كل الحالات هتاكلي احلى حته لحمه وهتطلع من ايديكي زي الفل. طبعا الطاجن بتاعي ده ملحقش يحمر لان الحمد لله الانبوبه خلصت عليه، فهو يا دوب طلع كده طلعته معاكم على طول. المهم، طبعا زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي الطاجن طالع معايا زي الفل. حته اللحمه بتاعتك هاتي لها معلقه سمنه كده، وهاتي الصينيه بتاعتك وتعالي كده على النار. نحط كده معلقه من السمنه على شويه كده من الزيت، معلقه سمنه على معلقه زيت، وننزل عليها بقطع اللحمه. طب نوع لحمه معين؟ لا، اي قطعه لحمه عندك هتعمليها مفيش مشكله. حطي اللحمه ويا ريت تكون زي ما انا جايباها كده. انا من عشاق اللحمه اللي هي بتكون نصها ابيض ونصها احمر. بحب اللحمه قطعه اللحمه اللي فيها دهون كده، مش بحب اللحمه الحمراء الصافي. وطبعا انت حسب حريتك واللي انت بتاكليه. انزلي بقى باللحمه كده، وبعد كده اول ما تبدا تاخد منك لون قلبي فيها زي ما احنا بنقلب كده اهوت لحد ما تدينا اللون بتاعنا الحلو وريحتها الحلوه اللي تطلع من قبل حتى ما تحط لها اي اضافات خالص. دي بقى اللحمه بعرقها اللي احنا بنتكلم عليها، اللحمه اللي هي بتستوي منها فيها. اول بقى ما حسيت كده ان خلاص كده اللحمه بتاعتنا ادتني اللون الحلو اللي انتوا شايفينه، نزلت كده بفصين من الثوم او بمعلقه ثوم صغيره وبدات اشوح فيها زي ما انتوا شايفين. بعد كده معايا بصلايه بقى كده مبشوره، يعني بصلايه مقطعاها اللي هو التقطيع شرايح. ليه شرايح؟ الافضل ان انت تقطعيها تقطيع شرايح وما تقطعهاش تقطيع صغير، لان تقطيع الشرايح بيديها طعم تسكيره كده. انما التقطيع الصغير مع التسويه هتبص تلاقيها دابت منك ومش هيبقى فيها طعم البصل. اول بقى ما خلاص اللحمه والبصل كده اندمجوا مع بعض وخلاص بقى حسيت ان البصل كده اداني كده لون البني او الكرمل معايا. طبعا انا حطيت له معلقه صغيره من السكر، مش عارفه بقى اللقطه دي جت او ما جاتش يعني، بس انا حطيت معلقه صغيره من السكر علشان تسرع لي تسويه اللحمه وعشان تكرمل لي البصل زي ما انتم شايفين. بدات انزل بقى بالحبهان وورق الغار او ورق اللوري، وطبعا معايا عود من القرفه، وطبعا الحبهان بفتحه كده، بمسكه افتحه كده بالراحه علشان يديني الريحه الحلوه، يطلع ريحه اللحمه الحلوه. وبدات اقلب كده ومعايا طماطميه واحده بس بشراها، وهقلب الكلام الحلو ده مع بعضه. من اول ما نزلت بالحاجات البسيطه دي الريحه كانت خيال. بعد كده هنزل بالتوابل بتاعتي، معايا طبعا بابريكا، معايا كمون، ومعايا فلفل اسود، ومعايا كزبره ناشفه، ومعايا معلقه طبعا من بهارات اللحمه، ولو عندك جوز الطيب ضيفي واي بهارات بتحبيها ضيفيها. بعد كده هبدأ انزل بقى بكوباية ونص من المية السخنة. لازم المية تكون بتغلي علشان ما توقفيش تسوية اللحمة، لازم تخلي المية بتاعتك تكون بتغلي. خلاص الكلام الحلو ده كده مع بعضه هغطيه واسيبها لما تشرب المية اللي انا حطيتها كلها. الريحة طالعة جنان، الصوص بتاعها طعمه ولا اروع من كده. طبعا العيد قرب ولازم بقى احنا نعمل بقى كل حاجة في اللحمة بتاعتنا كده وكل اصناف اللحوم وندوق بقى ونشوف الجمال. خلاص كانت شربت معايا زي ما انتم شايفين، بدأت هنزل عليها بكوباية ونص تاني من المية. طبعا انا مش هقدر احدد لك المية قد ايه، لان طبعا من لحمه للحمه بتفرق. ايه بقى اللي هيخلي الصوص بتاعي تقيل بقى وهتاخدي احلى صوص منها بقى؟ المعلقه الدقيق اللي انا حطيتها دي، معلقه الدقيق دي بقى هتخلي لك الصوص يلف معاكي كده ويبقى تقيل ومتماسك ويخلي اللحمه طريه جدا. ومعلقه الدقيق دي بتفرق جدا في طعم طاجن اللحمه اللي هنعمله ده، بجد بجد تحفه. قلبت بقى زي ما انتم شايفين كده، وهبدا طبعا هسيبها برضو لما تبدا تشرب شويه. هنزل معاها كده بفلفل احمر واخضر سبايسي، وهظبط الملح بتاعنا. هما بس هيدوا طعم حلو بس كده، مش هيبقوا حراقين ولا حاجه، وممكن تستغني عنهم لو مش حباهم. وبدات انزل بالملح بقى بتاعي، اظبط بقى اللحمه بتاعتي. طبعا انا ما حطيتش ملح في الاول خالص عشان ما يوقفليش عمليه التسويه، انا حطيت في الاول معلقه سكر وعشان احنا عارفين ان السكر بيسرع التسويه. وزي ما انتم شايفين هنا كانت معايا تبارك الرحمن زي الفل. تركايه بقى هقولك عليها، تاخدي الطاجن بتاعك كده قبل ما تحطي فيه اللحمه ودخليه في الفرن وهو سخن.
الموضوع ده يعني الحاجه دي بتفرق جدا بجد. هتدخليه مشغله النار من فوق ومن تحت، هيسخن معاكي. بعد كده هتجيبيه بقى اللحمه بتاعتك وتبداي تنزلي في الطاجن باللحمه. وطبعا التركايه دي بتفرق في الطعم قوي، في طعم اللحمه قوي، بتخلي ريحه الطاجن تطلع مع اللحمه، بتبقى فعلا تحفه. هتبداي تنزلي بقى باللحمه بتاعتك كده. لو عايزه تستكفي لحد كده وما تحطيش في طاجن وما تحطيهاش في الفرن، مفيش مشكله خالص. الطعم برضو تحفه، وهو نفس الطعم، مش فارق. عايزه تاخدي ريحه الطواجن بس، هتنزلي باللحمه بتاعتك وتنزلي عليها بالصوص اللي نازل ده، اللي هو لافف وجميل جدا، اللي معلقه الدقيق فعلا فرقت في طعمه. وبعد كده هتاخديه تدخليه معاكي الفرن. هتسيبيه في الفرن، طبعا الفرن شغال فوق وشغال الشوايه. طب ما عنديش شوايه، مفيش مشكله خالص. الفرن ما بيشتغلش الاتنين مع بعض، شغلي تحت يسخن معاكي، وبعد كده شغلي ادي لها وش، كل حاجه مستويه، فهتطلع معاكي على طول زي الفل. وكان ما شاء الله معانا طالع ما شاء الله تبارك الرحمن زي الفل معايا. طبعا انا قلبته معاكم كده، فطلع اللحمه مستويه سوى كهرمان. بجد بجد احلى لحمه، اللحمه اللي بتستوي بعرقها يا جماعه. بجد بتبقى تحفه، صوصها بيبقى جميل جدا. ده طبعا العيد قرب، وطاجن اللحمه بالبصل ده ما تستغنيش عنه في العيد ابدا. اعمليه في اي عزومه تعمليها، بجد بيشرف جدا، طعمه حكايه. بتمنى ان الطاجن بتاعي ده يعجبكم، ولايكات من ايديكم الحلوه عشان نكبر بيكم ومعاكم احلى اخوات في الدنيا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.